لو ركزت في صور اجدادك بتوع زمان هتاخد بالك اللي هم عندهم صدر وكتاف ودراع ضخم جدا. تعال لو انت النهارده ناخد تمرينه دفع من احسن الزوايا الفعاله ترجعك للعضلات بتاعت اجدادك. خليك فخور بتاريخك، انت مصري يا متين يا رب يا كلمه السر. يلا بينا نبدا التمرينه بتاعتنا باحب تمرين الى قلبي بالنسبه للصدر عشان بيديني باور وبيديني شكل حلو قوي. الماشين شيست بريس بتخليني اركز وبتخليني اعمل شغل حلو قوي. هنا احنا مقفلين المكنه وهنقول كلمه السر يا متين يا رب. بسم الله. شايل وزن تقيل، شايل وزن خفيف، لازم تتمرن صح 100%. احمي نفسك من الاصابات واعمل عضلات، اتمرن بذكاء. 3 دقايق راحه واخش على اللي بعده. ادخل بعديها تفتيح عالي على الكيبل، زاويه من الزوايا اللي هتوريك الصدر بتاعك عامل ازاي فعلا. يعني انت فعلا هتشوف صدرك ضخم لو استمريت عليها كويس قوي. يا ربي بسم الله. هنا انا جبت 6 عدات، مفيش اي مشكله، هعمل بيهم عضلات. اهم حاجه اللي انا بعمل عده كامله وحاسس بالعضله. 3 دقايق راحه واللي بعده. صحصح معايا يا كابتن عشان هندخل صدر عالي على السميث، من احسن الزوايا الفعاله اللي انت ممكن تكون بتجربها. لو مش عارف الحركه بتاعته بتتمرنها ازاي انا عامل لك شرح، ادخل شوف. سم الله. 1 كده بقى احنا من حقنا نشرب ميه وناخد راحه عشان عندنا كتاف. ندخل بعديها رفرفه جانبي على الكيبل، بس تخلي البقره في مستوى كف ايديك. خد خطوه للجنب وابتدي اسحب. 1 2 3. دي زاويه ثانيه هتاخدها للكتف الجانبي برضو. النهارده انا هركز على الكتف الجانبي، فركز معايا كويس جدا عشان ضعف عضلات كتفك الجانبي دي هتنساها خالص. دقيقتين خش لبعض. بس انت كده حلو قوي. تعال ناخد بقى رفرفه جانبي بالدمبل واحنا قاعدين عشان ما تغشش يا كابتني. بسم الله. 1 2. خد نفسك، انت ماشي كويس قوي. تعال نخش بعديها تراي. صحصح معايا عشان دي خلاص اخر تمرين. انت ماشي كويس قوي، هتحط المسطره وتخش معايا تراي. بسم الله. 1 2 3. كده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. خلي عندك يقين بالله، ولو محتاج نظام تدريبي او غذائي مخصصين لاهدافك اوعى تسالني عن باقات التدريب الاونلاين. سلام.